مراد كلم واحد صاحبه وجاب منه عنوان شقة الولد ده. دخلنا لقيناهم في وضع عادي، مفيش أي حاجة مش مظبوطة. الولد اتبهدل جدا مني أنا ويحيى ومراد. هو كان ضربها على إيدها، ما هي راحت معاه بمزاجها. ليلى متلخبطة وأعصابها تعبانة، فتروح مع واحد البيت؟ مراهقة يا نادية. أنا مقدر قهرة القلب على الضنا، واديك شفت بنفسك اللي حصل مع علي. بس ساعات يا نادية الوجع بيفتح عينينا على حاجات كتير ناقصة بينا وبين عيالنا. أنا وأنت زي بعض في اللي عملناه رغم إننا مختلفين. أنا صاحبت بزيادة وأنت شديتي بزيادة. أنا غلط وأنت غلط. وادينا أهو بتغير وابتديت أشد شوية مع العيال. أنت بس ناقصلك إنك تصاحبي. صاحبيهم يا نادية، صاحبيهم. أنا اللي أعرفه دلوقتي وأمنت بيه إن العيال دي ما عادش ينفع معاهم المنع، وبرضه ما ينفعش نسيب لهم الحبل كده، لكن ينفع نصاحبهم ونساعدهم يملوا دماغهم بحاجة تحميهم وتفيدهم. لكن السؤال الأهم من هي ليه راحت له البيت، هي إزاي تحب ولد زي ده أكبر منها ومش شبهها وما ينفعش يبقى فتى أحلامها؟ ده السؤال لازم نلاقي له إجابة عشان ما يتكررش تاني. وأنا أعتقد إنه غياب الأب له دور في الحكاية دي. ليه كل اللي أهلهم متطلقين بيعملوا اللي هي عملته ده؟ نادية، أنا هطلب منك طلب. ممكن ما توفيش كتير عن اللي هي عملته، عديه عشانها وعشانك، واتكلمي معاها يا نادية. اتكلمي معاها، خليها تحكي عن كل حاجة، تحكي عن تفاصيلها اللي بتتكسف منها، عشان ما يجيش حد من بره يشوه لها التفاصيل دي. أروى وهند مختلفين، ليلى مش زيهم صدقيني. أنا آسفة يا حسن. لا تأسفي على إيه؟ ليلى دي بنتي. بالفطرة كان لازم أصدق بنتي وأكدبك أنت ومراد، بس فطرتي طلعت غلط. ولا يهمك، كويس إن إحنا لحقنا ليلى وإننا جنب بعض. أنت راجل مفيش زيك يا حسن، يا ريتني كنت قابلتك من زمان، كانت هتفرق قوي. أنا آسفة على كل اللخبطة. لا خالص خالص، أنت مش محتاجة تتأسفي، وأنا جنبك لو احتجتي أي حاجة. أنا عمري ما هخسرك كصديق مهما حصل. عن إذنك. عادي. أنا في الوضع الطبيعي كان زماني دفنتك هنا، بس بما إن ربنا اداكي فرصة وستر عليكي وشايف إن فيكي أمل، فأنا كمان هعمل كده. بس أنا عاوزة أفهم أنا غلطت في إيه يوصلك لكده؟ أنا ربيتكوا والعالم بتاعنا صغير قوي، إزاي تشطحي كده؟ إيه اللي عملته غلط عشان ده يبقى ردك عليا؟ ما هو الغلط مش بيضر صاحبه بس يا ليلى، بيضر كل اللي حواليه. وانتي لو كسرتي أنا وأخواتك كمان هنتكسر. أنا عاوزة أفهم انتي جبتي الجرأة دي منين؟ ردي. مش عايزة أرد. ليه؟ عشان مش عايزة أعيش. عاوزة تموتي وتموتيني معاكي؟ محدش بيموت عشان حد. أنا الوحيدة اللي ممكن أموت علشانك، انتي فاهمة؟
مهما عملتي أنا مستحيل أذيكي أو أضرك. ليلى انتي حتة مني، فاهمة؟ عمرك ما هتفهمي ده غير لما تعيشيه. الجرأة دي ما كانتش عندي. ما اعرفش جبت الجرأة دي منين. يمكن من اول مرة كدبت عليكي فيها. ماما انا هتأخر شوية في الدرس بس عشان المستر جه متأخر، وانا بس كنت عايزة اقعد مع صاحبتي شوية، لا اكتر ولا اقل. كدبة عدت عادي وصدقتيها. لما بكون واقفة مع صاحبتي بيقعدوا يتكلموا مين مصاحبة ومين مش مصاحبة، أنا الوحيدة اللي فيهم اللي مش فاهمة أي حاجة عن الأحاسيس دي. كنت عايزة حد أكبر مني عشان أحس بسلطته عليا، في نفس الوقت يبقى بينفذ كلامي كله من غير ما يناقشني. لما كان بيسمع كلامي وهو أكبر مني كنت بحس إن أنا مبسوطة. كدبة صغيرة جابت كدبة كبيرة. لما كنت بخاف على نفسي وببقى عايزة أجي أحكيلك كنت بخاف منك. حتى لما ما بقتش عارفة أبطل كده كدبت وبوظتلك جوازتك، لحد ما ماما وأنكل حسن جم خدوني من شقته. عارفة إحساس لما تبقي في نص البحر خلاص ما بقاش عندك طول، ولا عارفة تكملي ولا عارفة ترجعي، وفي نفس الوقت تتسحبي لجوه أكتر. الشط بعد عني أوي يا ماما. أنا مش عايزة أموت نفسي عشان خايفة منك أو من اللي انتي هتعمليه فيا. أنا عايزة أموت نفسي عشان أخلص من بشاعتي ووحشتي. أنا وحشة أوي يا ماما. أنا أذيت كل اللي حواليا. أنا مستاهلش إن أنا أعيش. مفيش أي مبرر للي أنا عملته ولا لعدم وجود بابا. أنا غلطت. اسمعي، مفيش حد بيبقى شايف نفسه بالوضوح ده ويبقى زعلان يا ليلى. أنا هقف جنبك وهنروح لدكتور نفسي وهنتكلم معاه وهنركز في مستقبلنا، وأنا وأخواتك هنفضل جنبك. أوكي؟ دكتور ليه؟ عشان اللي قلتيه، عشان اختيارك للي أكبر منك واللي ما يشبهلكيش. عارفة الحاجات دي بتعمل إيه في البني آدمين؟ بتعمل نادية اللي قدامك، اللي مقسومة نصين، متلخبطة. ما كانتش تعرف تحب، ولما حبت واختارت